واحدة من أكتر المشاكل اللي بتواجهنا كلنا أيام الامتحانات هي الخوف والتوتر والقلق من الامتحانات، وده طبعا أكيد بيأثر بشكل سلبي على مذاكرتنا وعلى إنتاجيتنا وعلى حتى أدائنا جوه الامتحان، وممكن يكون السبب في تضييع مجهود كامل خلال السنة بسبب بس التوتر جوه الامتحان. لو أنت واحد من الناس اللي بتعاني من التوتر والقلق في الامتحانات، كمل الفيديو للآخر وإن شاء الله تستفيد جدا بمعلومات هتفرق معاك وتخليك تتخلص من المشكلة تماما. في البداية خلينا نتفق على إن التوتر والخوف خلال الامتحانات هو حاجة طبيعية، ولكن لازم تبقى بحدود. لو الحاجة دي زادت عن حدها ممكن تؤدي لمشاكل كبيرة جدا، ممكن توصل لتضييع مجهودك طول السنة بسبب إنك خايف من الامتحان ومش عارف تركز ومش عارف تحل كويس، أو إنك قاعد متوتر من الامتحانات فبالتالي مش عارف تذاكر ولا عارف تنجز كويس ولا حتى عارف تركز في مذاكرتك. علشان كده مهم إننا نشتغل على إننا نقلل التوتر لأقل حاجة ممكنة، بحيث إننا نكون موجودين في الامتحان واثقين من نفسنا، وفي نفس الوقت عندنا الحد الأدنى من التوتر. والحد الأدنى من التوتر ده مش دايما سلبي ولا هو سلبي اصلا، لا هو بيساعدنا على اننا نركز، وهو الدافع او بيشكل الدافع اللي بيخلينا نذاكر ونركز علشان ننجح وعلشان ما نفشلش في الامتحان. ازاي بقى نتخلص من مشكله التوتر والخوف من الامتحانات دي؟ خلونا نقسم الموضوع لثلاث مراحل مختلفه. اول مرحله هي تعمل ايه قبل الامتحانات، وتاني مرحله هي تعمل ايه خلال وقت الامتحان نفسه، وثالث حاجه تعمل ايه بعد الامتحان علشان تركز في الماده اللي بعدها وما تخليش الماده الاولانيه او امتحان الماده الاولانيه ياثر على امتحان الماده اللي بعدها. في البدايه وقبل كل حاجه خالص، الحاجه اللي هتفرق معاك جدا في انك تكون واثق من نفسك وما تكونش متوتر هي ان انت تتوكل على الله وتعمل اللي عليك وتذاكر وتعمل اللي تقدر عليه في المذاكره. ولو انت قصرت طول السنه فتبدا تحط خطه من جديد وتلحق نفسك وتتوب لربنا من التقصير اللي انت قصرته في المذاكره، وتبدا صفحه جديده تماما، تحط خطه جديده كده بسيطه وتلتزم بيها وتذاكر وتركز في مذاكرتك. تركيزك في مذاكرتك ده لوحده هيخليك اصلا تكون عندك ثقه بنفسك، واللي هيزود الثقه دي هي ان انت تكون واثق بربنا ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع تعبك طول السنه وهيوفقك لان انت عملت اللي عليك واخدت بالاسباب. فدي اهم نقطه اصلا، وهي اول نقطه معانا، وهي ان انت تتوكل على الله ويكون عندك يقين تام ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع تعبك. تاني اكتر حاجه هتساعدك وتخليك تقضي على التوتر في الفتره اللي قبل الامتحانات وهي ان انت تنظم وقتك كويس. يوم منظم كويس ما بين نوم كويس ومشتتات قليله وتركيز في المذاكره ومذاكره فعاله هيخليك مرتاح نفسيا ومطمن ان انت بتعمل اللي عليك، وفي نفس الوقت هتدي النوم حقه لانك مقلل المشتتات، فبالتالي وقتك مش بيضيع فمش بتضطر ان انت تيجي على وقت نومك علشان تعرف تذاكر او ان انت تعمل اللي عليك. اعمل بالنصيحه دي ونظم وقتك كويس وقلل المشتتات على قد ما تقدر. مش بقول لك ما تعملش وقت للترفيه خلال اليوم، انت ممكن تخلي وقت للترفيه حتى لو قليل جدا بحيث ان انت تفصل خلال اليوم. ممكن تخلي وقت مثلا للموبايل لو هو بيشتتك، تخليه الوقت محدد خلال اليوم بحيث ان انت تكون عارف ان انت في الوقت ده هتستخدم الموبايل بعد ما تكون عملت اللي عليك خلال اليوم. دي نقطة مهمة جدا هتخليك تطمن من جواك ان انت عملت اللي عليك. طيب بعد ما تكون نظمت وقتك بشكل كويس والدنيا مشيت معاك تمام تداركت اللي انت قصرت فيه على قد ما تقدر، هنيجي دلوقتي للمرحلة الثانية وهي يوم الامتحان وتعمل ايه جوه الامتحان نفسه. دلوقتي انت صابح في يوم الامتحان، يفضل انك في اليوم ده تبدا يومك من بدري من الفجر بحيث تستفيد من بركه الوقت اللي بيكون خلال الفجر ده، والوقت ده اصلا بيكون فيه زي طاقه كده بتخليك مطمن خلال اليوم، ولو صليت الفجر في جماعه بيخليك برضه مطمن خلال اليوم واثق من ربنا انك بتكون في ذمه الله. وبعد ما تخلص بتذاكر مثلا ساعتين في الصبح بدري كده، تلم الحاجات اللي انت عايز تلمها، الحاجات المهمه اللي انت عايز تراجع عليها وكده خلال وقت الامتحان او خلال الساعه اللي هي بتكون قبل الامتحان. يفضل ما تذاكرش فيها، بس اقول لك تعمل فيها حاجه احسن من المذاكره هتفرق معاك جوه اللجنه بشكل كبير جدا. من اكتر الحاجات اللي بتفرق مع اي حد وهي الذكر، ومن احسن الاذكار اللي انت ممكن تقولها هي الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي عن تجربه شخصيه خلال امتحانات كتير جدا بتخلي الوقت اللي انت رايح فيه للامتحان بتركز فيه على ذكر معين، وليكن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي ليها فضل عظيم جدا. ببركه الصلاه على النبي خلال الوقت اللي انت رايح فيه للامتحان انت كده ما يفضلش ان انت تذاكر في الوقت ده علشان ما تشتتش المعلومات جوه دماغك وكده. بس لو انت مزنوق جدا وفي حاجه لازم تخلصها مفيش مشكله، ممكن تقسم الوقت ده مثلا تحاول انك تلم جزء من الحاجات اللي انت عايز تخلصها وباقي الوقت يكون فيه صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وباذن الله ربنا ينجيك ويوفقك في الامتحان وتكون مطمن، وبرضه تدعي ان ربنا
يرزقك ان انت تكون مطمن خلال وقت الامتحان ويبعد عنك القلق والتوتر. هو الامتحان بقى هنتكلم دلوقتي عن تعمل ايه جوه الامتحان علشان تقلل القلق والتوتر. مبدئيا خلينا متفقين على ان الغش ما ينفعش. ليه بقى ما ينفعش؟ الغش اصلا في حد ذاته من اكتر الحاجات اللي بتسبب القلق والتوتر جوه الامتحان. انت بتبقى رايح الامتحان اولا ما انتش مذاكر كويس ومعتمد على فكره ان حد هيساعدك تاني، بتبقى قاعد طول الوقت متوتر وقلقان هو هيساعدك ولا لا، او هتلاقي حد تغش منه ولا لا، والحاجات دي كلها بتخليك متوتر خلال وقت الامتحان. فبلاش تعتمد على اي حد في موضوع الغش ده، ولا تغش ولا تغش، وربنا هيبارك لك وهيعوضك خير. ولو في حاجه ما عرفتهاش سيبها للاخر. وده هيودينا للنقطه الثالثه وهي طريقه حل الاسئله نفسها. ايوه في طريقه معينه تقدر تحل بيها الاسئله سواء بابل شيت او اسئله عاديه بتساعدك انك تحل الاسئله بكفاءه. طيب ايه هي الطريقه دي؟ مبدئيا خلينا نفهم ان اسئله الامتحان بتبقى متقسمه درجات بحسب الصعوبه، منها اسئله سهله عليك وانت عارفها، اسئله متوسطه بين السهله والصعبه، واسئله صعبه جدا ما تعرفش تحلها او محتاجه مجهود. فتبدا تعمل الاتي: هتقسم الاسئله بتاعتك او هتمسك الامتحان هتبدا تقرا وتحل الاسئله السهله اللي انت عارفها ومش هتاخد معاك وقت كبير. لحد ما تخلص الامتحان هتبقى حليت حوالي 60 او 70% من الامتحان، وهيبقى معاك معظم الوقت لان الاسئله السهله وقتها بيبقى قليل. وفي نفس الوقت ده يشجعك ان انت تكمل باقي الامتحان، وهتبقى مطمن انك حليت جزء كويس من الاسئله، وهيبقى في وقت كبير تقدر تحل فيه الاسئله الثقيله والصعبه. لو اتزنقت بسؤال ما تعرفوش حاول ان انت تفتكر كويس جدا، ولو ما افتكرتش فهنا برضه ما تغشش، ارجوك ما تغشش. انت هنا ممكن تهبط عادي، ما فيش مشكله انك تهبط، بس ابعد عن الغش تمام. انت ممكن اصلا تهبط الهبد اللي انت حاول تطلع صح، انما انت ممكن تغش الغش يطلع غلط اصلا، وفي نفس الوقت انت هتغش ربنا مش هيبارك لك لان انت غشيت في الامتحان. فابعد عن الغش. وطبعا ما ننساش ان الكلام الايجابي مع نفسك والتشجيع لنفسك حاجه مهمه جدا. يعني ما تقعدش تقول انا هسقط انا ضايع، ما تمشيش ورا الكلام اللي هو بيبقى موجود على السوشيال ميديا ده واللي هو احنا كلنا ضايعين هنشيل الماده هنعمل. لا، اتكلم بشكل ايجابي مع نفسك وقول الحمد لله انا عملت اللي قدرت عليه وان شاء الله ربنا يوفقني. لو في تقصير ولا حاجه ربنا سبحانه وتعالى يعوضني خير ويوفقني في الامتحان. حافظ دايما على الكلام الايجابي مع نفسك لان هو ليه اثر كبير جدا جدا في تغيير طريقه تفكيرك وفي نجاحك. لو انت فضلت تقول هسقط وتتشائم بالفشل فانت هتفشل فعلا، انما لو تفائلت كلمت نفسك كلام ايجابي وطمنت كده ده اصلا هيطمنك، وفي نفس الوقت هتحل كويس جوه الامتحان. خلصت الامتحان وعملت كل الحاجات اللي قلنا عليها. تعمل ايه بقى بعد كده او بعد الامتحان؟ طبعا الماده دي خلصت ننساها تماما، هتطلع من اللجنه تروح على طول، ما تقفش تراجع مع حد ولا تتكلم مع حد في الامتحان ولا انت عملت ايه ولا عملت شيء. ليه بقى تعمل كده؟ لانك لو عملت كده وطلعت من الامتحان قعدت تتكلم مع حد وتقول له انا مثلا حليت كذا وحليت كذا، هو اصلا ممكن يكون حل غلط وانت حل صح، فده فيوترك اصلا والدنيا هتضيع في الماده اللي بعدها، وهتبقى متوتر اكتر وهتبقى خايف وهتفقد بقى، هتيأس اصلا، هتتشائم جدا ومش هتعرف انت تأدي كويس في الماده اللي بعدها. فافضل حاجه ان انت ده امتحان خلص وخلاص بقى اللي فات مات، وما حتى لو انت مثلا عرفت ان انت غلطت في حاجه فمش هتقدر كده تصلحها. فركز في الماده اللي بعدها بس، وانسى الماده اللي انت خلصت امتحانها تماما. ما دمت عملت اللي عليك كون واثق ان ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك ومش هيضيع مجهودك. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تقول لنا رايك في التعليقات، هل استفدت من الفيديو ولا لا؟ ولو في طرق تانية شايف ان هي فادتك او بتستخدمها علشان تقلل توترك من الامتحان، ولا في التعليقات علشان باقي زمايلنا يستفيدوا بيها. وبس كده، اشوفك الفيديو الجاي.